السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أنا عبد الله عبد الرحمن ودي قناتكم الشريط المخالف من دوري أبطال الملكي بسنهرة بالنادي الملكي. لقاء مع نجم القليوبية كلها النجم شعبان اللي بيشرفنا في دوري أبطال الملكي. أهلا وسهلا بك يا نجم. اهلا بك يا كابتن عبد الله، انت اللي منور الدنيا وبالتوفيق كده من نجاح لنجاح يا كابتن. مفاجأة كبيرة جدا لكل سنهرة ولدوري أبطال الملكي ولي أنا بشكل شخصي، لأن أنا من الألتراس بتوع شعبان بصراحة. أنا كنت بروح دوري نمول عشان أتفرج على شعبان، فكون إن أنا أجي هنا في ملاعبي في سنهرة أتفاجئ إن أنت موجود عندي، دي مفاجأة بالنسبة لي كانت غير متوقعة ومفاجأة جميلة جدا. شرف ليا والله ان انا اكون متواجد عندك هنا، وشرف كبير وكلام محترم منك يا كابتن عبد الله، وشرف ليا والله ان انا اكون متواجد معاك. عايز اقول لك ان انت في شهر رمضان اللي فات ورمضان اللي قبل اللي فات كمان عملت ضجه في سنهرة. انا لقيت فجاه كل الناس بتتكلم على شعبان، شعبان اللي بيرقص بالستة سبعة، شعبان اللي بيرقص الفرقتين، شعبان اللي بيرقص اللعيبه والحكم. كل الناس كانت بتتكلم على شعبان لدرجه ان انا اول مره يبقى في لعيب يعمل لي دوشه في دماغي لدرجه ان انا اروح النادي مخصوص عشان اتفرج على لعيب. دي ما حصلتش من 10 سنين ورا بالنسبه لي، ان انا يبقى في لعيب اروح النادي مخصوص عشان اتفرج عليه، دي ما حصلتش. ودي حاجه انا بقولها قدام الناس كلها، ان انت عملت لنا هنا في سنهرة حاله من الانبهار في سنهرة من مستواك ومن حرفنتك وبصراحه ومن ادبك واخلاقك برضه. حبيبي يا كابتن عبد الله، وده حاجه تخليني اسالك انت ليه ما بتظهرش هنا في سنهرة بشكل متواصل؟ عشان بس هو قصتي، عشان مشوار بعيد، يعني انا من شبرا الخيمه ام بيومي، فمشوار عليا ان انا اروح واجي كل شويه، فبيبقى مشوار عليا بس مش اكتر ولا. لكن انا حابب اهل المنطقه والله، والناس كلها على دماغي واخواتي الكبار والله، شرف لي ان انا اكون عندهم والله. شعبان وبساطه، شعبان وبساطه اللي بتيجي يمر شعبان شعبان من اول والثاني. يا سلام يا ابن مهاري بيمر بالفعل. شعبان وبساطه، شعبان وبساطه اللي بتيجي يمر شعبان من اول والثاني. يا سلام يا ابن مهاري بيمر بالفعل. والمهارة والمتعة والإصرار والتقسيم الأخير. شعبان الحريف يعبر عن نفسه بالهدف الثالث. طب بالنسبه بقى للناس اللي هم ما بيتابعوش دوري ابطال الملكي او دوري الممتاز بنمول، عايزين يعرفوا مين هو شعبان البوب. والله انا حد بسيط قوي، والحمد لله ده كله من عند ربنا وتوفيق من عند ربنا، وان انا ماشي كويس الفتره دي ده الحمد لله وتوفيق من عند ربنا. فانا ابسط خلق الله يعني الحمد لله. انت بتلعب في نادي يا كابتن شعبان؟ انا بلعب في اليوب فريق اول. طب وبدايتك بقى؟ انا بداياتي كنت بلعب من الناشئين الاعلاميين. تمام. وربنا يعني اتجوزت وكده كونت اسره، فقعدت ما بقتش العب كوره. بعد كده رحت المؤسسه فريق اول، لعبت سنتين هناك. بعد كده ربنا كرمني ورحت اليوب درجه ثالثه السنه دي. خلي بالك انت كده تقصد ان جوازك هو اللي جابك الارض. لا خلي بالك بطاطا غيرت الغلطه دي، خلي بالك بطاطا غيرت معايا الغلطه دي، وقال برضه ان هو من ساعه ما اتجوز هو رحلته الاحترافيه وقفت، ومن ساعتها هو عنده مشاكل في البيت. خلي بالك هي حقيقه مراته سمعت الفيديو وعملت له مشاكل. فانت هتغلط نفس الغلطه ولا لا؟ لا هي مش غلطه والله. هو الجواز حاجه جميله وانا مبسوط في جوازي والله وسعيد، بس هي عطلتني شويه عن الكوره، بس خلتني ان انا التزمت في بيتي وربنا كرمني ومعايا ولد وبنت دلوقتي، فركزت في بيتي شويه. بعد كده انا عن نفسي يا كابتن شعبان انا ما حسيتش بطعم الدنيا غير لما اتجوزت. هو بصراحه انا راجل لازم نجيب ورا لازم نجيب ورا عشان ما نتضربش مره واحده. حبيبي يا كابتن شعبان، انت هنا منورنا بامانه وانا مبسوط ان انا معاك. طيب انا السؤال هنا، ليه ما بنشوفش شعبان في نادي كبير؟ انت ما بتقلش عن كل اللعيبه اللي بنتفرج عليها في التلفزيون في الدوري الممتاز. هي والله العظيم هي مساله كل الكوره والنوادي الكبيره والكلام ده نصيب، هو لسه نصيبي ما جاش. شعبان في المنتصف الميدان يعطي كوره عن اللقاء. شعبان واحذر المهاره، شعبان الفنان يمتلك التصوير والمهاره، مش ممكن يا حبيبي. واحد من الهدف في اول دقيقه، شعبان هيبحث عن التصوير والمرور، شعبان بيلم كورته، شعبان يتلاعب بالكوره، يضغط على شعبان يمتلك الكوره، شعبان بيمر بمهارته، شعبان بيمر بالمول والثاني، شعبان والتصويبه يلعب الكوره عند شعبان يمتلك الكوره، شعبان بيمر شعبان الصاروخيه في الثمانيه يا حبيبي، في الثمانيه يا الهي. مش ممكن لا تصدى لا ترد. انه الجميل، انه الفنان شعبان. انت كام سنه يا كابتن شعبان؟ 24. 24 يعني انت كل اللي انت فيه ده ولسه سنك صغير بسم الله ما شاء الله. يعني نتمنى نشوف في نادي كبير ان شاء الله، ونتمنى بصراحه ان احنا نتفرج ونقول الراجل ده في يوم من الايام كان بيقعد معانا وبنشوفه زينا، لان انت بصراحه من الناس القليله قوي اللي مستواها فيه طفره. ولكن هل انت شايف ان النتائج اللي انت بتحققها على مستوى الفرق تتناسب مع امكانياتك؟ والله بتبقى مسألة توفيق، بس يعني
هو يعني ربنا، انا كل اللي بلعب معاهم ناس على دماغي والله وفوق دماغي، بس هي حظ بس ونصيب ان انا ابقى متواجد مع ناس جامده ومتواجد مع ناس، في ناس برضو يعني زي ماتش النهارده دوت. انا شايف ان الناس اللي معايا دي هم ناس لعيبه كبار وعلى دماغي، بس انا ما خدتش راحتي معاهم. اكيد. انا ما خدتش راحتي معاهم، يعني زي مثلا احمد والناس اللي انا بلعب معاهم هناك في سنيره دول انا باخد راحتي معاهم، بيسيبوني اعمل اللي انا عايزه بحريتي. لكن مش هنا يمكن عشان سكسك بيزعلك كتير؟ لا 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 والله، سكسك كابتن يحترم والله على دماغي، بس هو ما زعقليش لا والله. هي بس النهارده كانت سوء توفيق والله بس. بصراحه يا كابتن شعبان انت نورتني حبيبك. بامانه، ونتمنى ان الموضوع ده يتكرر مره واثنين وثلاثه ونشوفك دايما عندنا في سنيره، لان انت بصراحه وجودك في الملعب على نسبه المشاهده لاي ماتش ولاي دور، فنتمنى انت دايما تشرفنا مره واثنين وثلاثه ان شاء الله. حبيبي يا كابتن، شرف ليا والله، وان شاء الله اكون متواجد على طول، بس هي مساله النادي عندي والتمارين والكلام ده اللي بتعطلني والله. بس ان شاء الله يا كابتن، نتمنى لك التوفيق باذن الله. حبيبي يا كابتن. شكرا يا ليا كابتن، وليد. شكرا يا كابتن، شكرا.